السمون هو نوع من الخبز الصغير الذي له مكانة هامة في قائمة رمضان في التقاليد البوسنية. على الرغم من أنها يمكن أن يشترى دائما في المخابز، السمون لديه أفضل رائحة في وقت رمضان، لهذا يقول الناس أن رائحة السمون هي رائحة رمضان. على الرغم من أن أصله من الهند، جاء السمون إلى البوسنة والهرسك من تركيا. وفقا لإحدى القصص، أول سمون في سراييفو خبزه أمين مخازن الأمير غازي خسرو بيك، والذي كان لقبه السمون. يستغرق تحضير السمون وقتا أطول بكثير من الخبز. تصنع العجينة من الماء البارد وتخبز في درجة حرارة عالية جدا. يستخدم الخبازون ملاعق خشبية كبيرة بمقابض طويلة لوضع السمون في الفرن وإخراجه. سمون هو الأفضل عندما يخبز في المواقد الخشبية القديمة. على الجانب العلوي من سمون هناك نمط يشبه شبكة خشبية على النوافذ غرف الإناث في منازل المسلمين. حينما تقترب الشمس من الغروب يهرب السكان سراييفو إلى المخابز لشراء السمون، ويفطر به الصائمون مع شوربة توبا، وهي عبارة عن مزيج من القشطة والحليب والجبنة والزبدة.